يالله بل الريق وارطب لهاتي واطلق لسان ما هدر بنمامه. لفظ الجلالة حد غاية غناتي ماني بمن يغنيه لفظ الفخامة. وبشروني عقب طول السكات عسى بشاير خير بول غمامة. اما قصر توظيف ما هو بآتي ولا على الإيجاز أجزى علامة. الصدمة اللي سببت لي شتاتي صديتها في قول برد وسلامة. جتني على غفلة خشوع بصلاتي الصبح بين الفاتحة والإقامة. طراف ليل سابقة فجر شاتي حزت حليب عشار سروة زهامة في ساعة وإبليس مد بريحاتي ماني محمل إبليس هاك الملامة. وسلامتكم. وانت سالم يا فلاح. فلاح قصيدة مميزة فيها هذا تميز ذوقك. الله يبجيك. لا والله فيها تميز وفيها تلقائية وفيها بعد عن التكلف وفيها خصوصية في التجربة الشعرية. وهزيل ما يحتاج متحزم بقصيدة يبيض الوجه. أنا أجيز القصيدة. أبو نزار. نعم. والله ما نملك إلا أن نجيز وإجازة من النوع الثقيل، يعني إنه فعلا شاعر. بس أنا ما أجيز إلا بشرط انشد والناس تخبرك ياهو الماكر للهيام. الله هذه انت ما اخترت الا هذه؟ والله ما ادري، انا اللي طرى على بالي. اسمعك لا تكرر يا تقول منين على ذكر الاسامي. ما احنا متوازين. انا منظم القوافي ولد 10 سنين واقدر لو نظمت القافه خلى القافله وزنين. وزن القافه قفله بثاء وخلى العجز قفل السين وقفل العجز ختمه بخاء ومفتاح القفل بالشين. وبالملعب اسوى فلاك لو صار القفل بالعين لان العين تخبر. ولو يصفى معايا الكيف اخلي الجمع يصفق للشعر صوبين وباسمي ما اعلم دوم وانشد يل تقول من ايه؟ انا بنادم وجد ادم وربك خالقه من طين. دنا تروح على التفاح وطاح بحلق عزرائيل. انشد وبدور تعلمك يا الماكر للهجة. حياك الله يا فلاح. من قال يا حيا. هلا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام.